دماغك وانت نايم تفتكر المواقف دي، موقف حصل من 8 سنين مع موقف حصل من 4 سنين، موقف لسه حاصل لك امبارح، تقوم جاي مجمع لك المواقف دي كلها وتفتكرها وانت نايم، وتقوم قاعد وتلوم نفسك على موقف حصل من 8 سنين مثلا. ده سببه ايه ده كله؟ او ليه احنا بنجلد نفسنا بالشكل ده؟ ليه بنحول اي غلطة لمحكمة؟ وليه بنعمل من نفسنا المتهم والمحامي والقاضي والجلاد؟ قال لك ان الحاجات دي كلها ليها اسباب. رقم واحد، لاننا متعودين ان احنا ننتقد نفسنا اكتر من تقديرنا. من واحنا صغيرين دايما بنسمع ركز، غلط، خدت كام، ليه عملت كده، لكن مش كتير بتسمع شاطر وكويس وحصل خير والمهم اتعلم. فكبرنا وصوت اللوم في دماغنا عالي وصوت التشجيع واطي. رقم اتنين، عشان بنخاف نغلط. الغلط بالنسبة لبعضنا مش تجربة، الغلط بيكون عقاب. كل ما نعمل غلط نحس ان في حد هيحاسبنا حتى لو مفيش حد، احنا اللي بنحاسب نفسنا. رقم تلاتة، ان احنا بنخلط بين معنيين مهمين جدا وهما الضمير والجلد. طبعا في اختلاف كبير جدا بينهم، الجلد ده بيكسرك لكن الضمير بيعلمك. رقم أربعة، لأنك دايما حاسس نفسك قليل. ناس كتير بتجلد نفسها لأنها مقتنعة إنها أقل من غيرها، أقل ذكاء أو أقل قيمة أو أقل إنها تعمل أي حاجة أصلا، وده في حد ذاته ظلم كبير لنفسك. تعال نبص الموضوع من ناحية أهم، هل ربنا طلب مننا الجلد ولا طلب مننا حاجة تانية خالص؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.